هل يمتلك أحمد عطية خضر المليارات؟ مش مقتنع بأدائهم. تقييمك للقضاة الوافيين في مدينة أبو كبير؟ مش عايز حد يوجهك بطريقة غير صحيحة، يعني انت مش هتتوجه. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انتخابات الشرقية. معي ومعكم ضيفا أثار التساؤلات والشكوك، هل هو مرشح للشباب أم مرشح للسلطة والمال؟ معي ومعكم ضيفي مرشح الشباب أحمد عطية خضر. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا مستشار. أستاذ أحمد، خلينا في البداية نتعرف من هو أحمد عطية خضر. أحمد عطية خضر شاب بسيط ريفي زي أقل حد في الموجودين في الشارع، عنده حلم وعايز يوصل له. إن شاء الله توصل لحلمك بإذن الله. كم سنة؟ 34 سنة النهاردة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أستاذ أحمد، إحنا محتاجين من حضرتك تقييم لأداء النواب في الفترة السابقة، وخصوصا نواب الدايرة الخامسة اللي هي دايرة أبو كبير وهي. رأيي في النواب الموجودين حاليا في دايرتنا أبو كبير وهي، طبعا كل واحد حر في رأيه. طبعا. رأيي فيهم أديهم 2 من 10. 2 من 10 بس ده يعني أداء منخفض تماما. ما أنا بقول رأيي مش كمرشح، أنا بقول رأيي كواحد مواطن في الشارع بيتمنى أكتر من كده. طيب احنا بما ان الأداء منخفض، طب قول لي بقى ايه أهم الملفات اللي لو وفقت في الانتخابات اللي جايه يعني هتضرب عليها بيد من حديد. اكيد في ملفات انت حاططها كعين الاعتبار ان دي ملف الاساسي، وهو ده الملف بتاعي بتاع احمد عطيه اللي انا هشتغل عليه. قول لي بقى ايه اهم الملفات اللي انت هتشتغل عليها في الدائره الخامسه؟ انا مش هقول لك الملفات كتير، ومش هقول لك كلام تقليدي، لا احنا هنقول البدايه رقم 1 والملف الأهم في التوقيت اللي احنا فيه لمصر كلها، مش لمركز أبو كبير وهي، هو ملف التعليم. ملف التعليم. ليه التعليم؟ لأن التعليم هو أساس كل حاجة. يعني لو في تعليم كويس هيبقى في مدرس كويس، هيبقى في ضابط كويس، هيبقى في دكتور في الجامعة كويس، هيبقى في دكتور كويس يعالجني ويعالجك ويعالج ابني وابنك. لأن دلوقتي التعليم الغش، النسب اللي موجودة في الثانوية العامة بيدخل يبقى دكتور 50%. عشان كده بقينا بالامراض وبالاشكال وبالحاجات اللي موجوده الايام دي. فالتعليم هو اللي بيجيب الدكتور الكويس وبيجيب المدرس الكويس، وبيعمل تقييم للدوله نفسها من الى. فالتعليم هو الملف الاوحد اللي في اولوياتي للنهوض بالدوله المصريه. مظبوط. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو، ايه الملف اللي انت شايف او ايه الملفات اللي انت شايف ان النواب الحاليين اخفقوا فيه في الدائره الخامسه؟ انا بتكلم هنا عن دايره ابو كبير وهي. يعني يمكن مجهودهم او وضعهم مش سامح باكتر من كده، يمكن توقيتاتهم، يمكن فاضيين لحاجه تانية، بس هم وراهم ايه؟ ما هم نواب عن الشعب، مفروض يبقوا فاضيين للشعب 48 ساعه في ال 24 ساعه. فانا شايف ان في تقصير منهم. على سبيل المثال وليس الحصر، مجاري قريه ابو ياسين وكفر هربيط وهربيط والإحراز من 2005 والنواب شغالين على الملف ده ومش كملوه. فأنا بسألهم دلوقتي، بقول لهم مش كملتوه ليه؟ يعني إيه العائق اللي واقف قدامكم؟ مفيش عائق إلا إن في تقصير من النواب. كويس. طيب يقال إن أحمد عطية خضر بيستند إلى سماسرة في الانتخابات للحشد. يعني لما بيشوف إن أنت بتعمل مؤتمر أو ندوة بيبقى فيها حشد، فلما بيجي الناس يسألوا يقول لك أصلا أحمد عطية خضر بيستند لسماسرة في الحشد ليه؟ يعني بيدفع لسماسرة فلوس عشان يحشدوا له ناس. لا، الإجابة إن إحنا ضد كل السماسرة، عشان كده الناس بتجيلنا عشان تعرف إحنا مين. إحنا ضد السماسرة لأن القرية اللي فيها سمسار، فالسمسار ده هو اللي بياخد الخدمات الشخصية لنفسه، فعشان كده الناس بتكرهه. ففي ناس بتجيلنا مش حبا فينا زي كرها في السمسار ده. زائد إن إحنا ما بنجيبش. وأنا عايز إجابة صريحة. ما بنجيبش إجابة صريحة. هل أحمد عطية خضر بيستند لسماسرة في الحشد ولا لا؟ أنا ضد كل السماسرة
قولا وفعلا على مرأى ومسمع الجميع. يعني انت ما بتستندش بنفسي ولنفسي. كويس. طيب انا كناخب بقى، ايه اللي يخليني انتخب احمد عطيه خضر؟ عشان انا بتكلم بلسان الناخب، مش بتكلم بلسان المرشح، علشان انا موجود وسط الناس دي، والناس دي شايفاني ان انا واحد منهم. ما بصطنعش. الكبير والصغير بالنسبه لي زي بعض، بل ان الصغير بيجي لي بخدمه، لان في يوم من الايام كنت عايز اللي يخدمني، فانا حاسس بيه وبستمتع بالنقطه دي. بدليل ان انا في قريتي زي ما انا ما رحتش التجمعات ولا رحت الزقازيق ولا رحت الاماكن اللي بره، لسه موجود زي ما انا. ابو كبير ناقصها ايه؟ ناقصها كل حاجه. ابو كبير ما فيهاش حاجه اصلا الا ناس طيبين، نفسهم في كل حاجه ومش طايلين اي حاجه. ابو كبير ناقصها ايه برضه؟ كل حاجه. ابو كبير ناقصها جوازات، ابو كبير ناقصها خدمات عامه. ابو كبير بنعمل في نفق بقالنا 20 سنه مش عارفين نكمله، في ظل ان مدينه هي لها كل الاحترام والتقدير، اقل مننا ونفذوا النفق بتاعهم في 3 سنين، احنا النفق بتاعنا بقاله 20 سنه. ابو كبير ناقصها ايه ولا ايه؟ عشان نعد فاحنا عاوزين ورقه وقلم ونكتب. ابو كبير فيها ايه؟ هل يستطيع احمد عطيه خضر ان اذا وفق في الانتخابات البرلمانية القادمة أن يقدم لأبو كبير، ولما نيجي نقيمه بعدها نقول تقييمه عدى من 5، يعني بقى 5/10 مش بقى 2/10؟ أنا مش هقول لك حاسبني بعد ال5 سنين، أنا هقول لك حاسبني بعد سنة. ما كلهم بيقولوا كده في الأول، والكلام الحلو بيتقال. حضرتك راجل ممتاز. النواب والمرشحين ما بيظهروش قبل الانتخابات إلا بشهرين 3 علشان يقعدوا يكذبوا. لا، على قد ما يقدروا. النواب بيظهروا يعني في كل المناسبات وكل هو نائب مناسبات موجودين. هو نائب ميتم وفرح وطهور. حلو. لا انت كده حلو. تمام. انا عايز يعني هل يستطيع احمد عطيه خضر تقديم ما عجز السابقون عن تقديم مدينه ابو كبير؟ باذن الله. طب ليه؟ أيوة. برنس ليه؟ ربنا يبارك لك. لان انا من يوم ما اتوجدت في العمل العام من 2016 وانا ما بتقطعش عن الشارع، ومن يوم ما نويت الترشح في 2021 وانا ما بتقطعش في الشارع. النائب مش شرط يبقى متواجد في الشارع قد ما هو ممكن يكون خدماته فين؟ خدماته موجوده في المجلس. في المجلس ولا في بيتهم؟ في المجلس. في المجلس. النائب تشريعي ورقابي. الشارع والناخب مش عايز تشريعي ورقابي فقط، عايز حد موجود على ارض الواقع، في مجلس المدينه موجود، في مركز الشرطه موجود، في المستشفى موجود، ولو على نفقاته الخاصه. انا مش داخل المجلس عشان ازيد. النائب ده مش وظيفته. بس الناس عايزه تشوف بعينيها على ارض الواقع. الناس هتشوف ايه؟ في المجلس احنا مش شايفين زي زمان كانت بتتذاع كل الحلقات، انما الناس عايزه اللي تشوفه بعينيها قبل اللي تشوفه في المجلس. عايزه حد يستطيع يقول لا، عايزه حد يستطيع يقول حد يبقى عندهم حد في المستشفى حاله وفاه يبقى موجود وسطهم، عايزه حد يبقى ليه خدمه تقدر تروح وتطلب الخدمه وتاخدها. بناء على تقييمك ده، ما هو في نواب دلوقتي في مدينه ابو كبير بيقدموا اللي حضرتك بتقوله. بعد احترامي للنواب كلها على دماغي، بس في تقصير عشان ما نظلمهمش. التقصير بتاعهم بنسبه 97%. ال3% اللي هم بيخدموهم الحاشيه بتاعتهم ومعارفهم، انما احنا موجودين على ارض الواقع بنخدم بكل ما استطعنا من قوه، بمالنا بنخدم، بمعارفنا بنخدم، باصحابنا بنخدم. خليني اسالك سؤال برضه والسؤال ده يعني اعتبره سؤال شخصي. اتفضل. لو حصل يعني انك هتديل مع حد او هتتحد مع حد من النواب الحاليين، تمام، هتتحد مع مين؟ كلهم احسن مني. لا، سؤالي واضح. اتفضل. ما تلفش بقى ولا واحد. ما تلفش ولا واحد. ليه؟ انا كناخب وكمواطن مش مقتنع بادائهم. فمش هتتحد مع حد؟ لا، ما هتحدش مع حد من النواب الحاليين. طب شايف مين النائب اللي انت بتقول ده قدوتي في محافظه الشرقيه؟ بكل شفافيه احمد فؤاد اباظه. النائب احمد فؤاد اباظه طبعا.
ليه؟ ليه؟ لان ده في حاجه اسمها ميزانيه الدوله. طب لو ما قدرش يخدم بميزانيه الدوله بيخدم من جيبه الخاص. فانا عايز نائب فرود، عايز نائب بطل، عايز نائب يقدر يعمل الخدمه. انا ماليش دعوه يعملها ازاي، يعملها من جيبه الخاص، يعملها بمعارفه الشخصيه، يعملها بخطه الدوله وميزانيه الدوله، ماليش دعوه. انا عايز خدمه على ارض هل الواقع. يستطيع النائب يعني النائب بقى فيما بعد النائب احمد عطيه خضر ان هو يصرف على مشاريع عجزت الدوله عن تمويلها من جيبه الخاص؟ بعون الله. اذا انت بتتكلم ان انت تمتلك مليارات. ما نخدمش بمليارات. يعني انا ممكن اروح. سؤالي واضح. سؤالك واضح. احمد النائب احمد فيما بعد النائب تمام. احمد عطيه خضر بيقول انا ممكن اصرف على مشاريع من جيبي الخاص تمام. طالما ان الدوله عجزت عن تمويل. اذا انت بتتكلم في مليارات. تمام. هل يمتلك احمد عطيه خضر المليارات؟ اجاوب ولا ده وتسيبني كلام أجاوب براحتي. ولا ده كلام بيتقال واشاعه؟ ما كلهم برضه اجاوب براحتي. اتفضل. تمام. لما حد مثلا بيروح، وده حصلت قدامي مع حد من النواب العتاوله اللي انا بقول لك مثلا مقتنع بيه، عايز يترصف شارع لان الشارع ده فيه بلاعات والبلاعات مفتوحه والاطفال بتقع فيها. طيب عمل النائب ده عشان يرصف الشارع ده ومعرفش يجيب الخدمه دي من الدوله، رصف الشارع. طب الشارع ده قد ايه؟ 300 متر. طب 300 متر على نفقاته الخاصه كانت تقريبا في التوقيت اللي احنا كنا موجودين فيه كان حوالي 1,200,000. فال1,200,000 مش رقم. الناس طموحاتها بسيطه يا استاذ احمد. مش هيعمل مشروع كامل متكامل للدوله. هو هيسد العجز اللي الناس طالباه منه. احمد بيه اتفضل. 1,200,000 مش رقم بالنسبه لسعادتك، لكن بالنسبه لواحد زي حالاتي ده رقم خرافي. تمام. وبالنسبه لمواطن فقير او مواطن على قده ده ورقم يعجز اصلا عن التفكير فيه. تمام. فلما نيجي نتكلم في خدمه واحده في مكان واحد هتكلف 1,300,000 في مدار يوم، او دي شغلانه بتتعمل في يوم، فانت بتتكلم في مليارات. خلينا نتكلم واقعي شويه. تمام. احمد عطيه خضر هل يستطيع ان هو يقدم ما عجز النواب الحاليين عن تقديمه؟ باذن الله. خلاص. قدرات شخصيه، قدرات ماليه، بقدر المستطاع. بدليل ان احنا بقالنا 5 سنين النهارده انا مش نائب ومش كنت لسه اعلنت ترشحي، وبنقدر نعمل الخدمات. انا داخل 27 مدرسه في ابو كبير و9 مدارس فئيه من نفقات الخاص بعيد عن الانابه دي لوجه الله. كويس. قصر ثقافه ابو كبير. لا خلينا نتكلم في القصص اللي انت بتعملها دي قصص دعائيه ممكن تحسب دعائيه. بعيد عن الدعائيه. تحسب دعائيه، فخلينا نتكلم فيها بعدين. اتفضل. خليني اسالك سؤال تاني بقى. اتفضل. كل النواب بيلصقوا باسمائهم القاب، الدكتور فلان والمهندس فلان، وانت لماذا لم تستند الى لقب حتى لو هتشتريه؟ ما بحبش ابقى متصنع لاني مستور ماديا واطلع يعني قادر ان انا اقعد في مكان بعيد واريح دماغي. بس انا حلمي زي حلم اي شاب. وانا ممكن اسال انت خريج ايه؟ طبعا. انا دبلوم صنايع، وبعد كده خدت كليه زراعه جامعه الزقازيق ولسه مخلص السنه دي، والحمد لله بقيت مهندس. مع ان انا اقدر زي ما حضرتك بتقول اشتري لقب، بس مش هيبقى فيه استمتاع. انا الاستمتاع ان انا كنت بروح واعرف معلومه وانا في الكليه بتنميني فكريا وذهنيا. انا دبلوم صنايع ثم كليه زراعه جامعه الزقازيق، جامعه مفتوحه. وبعون الله الحمد لله السنه دي خلصت ونجحت باذن الله. بما انك بقى حاصل على يعني بكالوريوس زراعه وبقيت مهندس زراعه قد الدنيا، فلماذا لم يعني يكتب مهندس احمد عطيه خضر؟ لان الناس عرفتني احمد عطيه خضر، وانا بحب اسمي احمد عطيه خضر بدون القاب. بدون القاب. طيب خليني بقى اسالك سؤال وعايز الاجابه فيه تبقى اجابه مقنعه. اتفضل. انت تقود حرب احيانا يعني من حين الى اخر مع صفحات او مع ادمن صفحات ابو كبير. انا عايز تقييمك لاداء هذه الصفحات، وهل هي نعمه ام نقمه؟ تمام. بس بدون مجامله، لان انا واحد من ضمن الادمن في صفحات، فبلاش تجامل. انا ما بعرفش اجامل. احنا عايزين تقييم علشان نصلح من انفسنا ده لو في اخفاق، وبرضه نحافظ على النجاح لو في نجاح. رقم واحد، انا ما بعرفش اجامل. انت بتقول لي تقييمي للصفحات وهل هي نعمه ام نقمه؟
رقم 1 و2 و3 و10 هي نعمة، تمام. بكل ما تحمل كلمة من معنى بدون مجاملة. طيب كنت بتقول ايه تاني تكملة السؤال؟ اقول لك احنا لو نعمة نحافظ عليها. نعمة ماشي. كنت بتقول تقييمي ليهم اديهم 80%، لو هيزعلوا او هيتبسطوا 80%. ليه 80%؟ هم ناس محترمة وناس مؤدبة، بس في نقطة، هم مش ملايكة. ممكن توصلهم رسالة أو توصلهم معلومة عاوزهم يتحققوا فيها بدرجة 101%. مش عايز العاطفة تكسبهم، لا أنا عاوزهم يشوفوا بعيونهم، مش يسمعوا بودانهم. عاوزهم يتحروا قبل ما يقولوا، لان في وجهات نظر ممكن تختلف. ممكن اللي بيوصل الرسالة يزود واو، يزود الف، يقلب من الى. فانا عاوزكم تشوفوا بعيونكم انتوا نعمة، وفعلا حليتوا مشاكل كتير، وفعلا ناس لجأت لكم ووقفتوا معاهم على مسمع ومرأة كل الناس، فدي حاجة حلوة منكم. طيب وفعلا لما بيبقى موضوع واخد رأي عام انتوا اللي بتجيبوا حق الناس فيه، بس برضو عايزك تسمع وتشوف بعيونك انت، مش بعيون حد. مش حد يزود لك الف ونون انت ما بتتقضاش حاجه، بس يسرب لك معلومه شبه مش حقيقيه فتنساق وراها. دي نصيحتي ليهم، وهم نعمة مش نقمة. بس مش عايزك العاطفة تاخدك، مش عايز حد يوجهك بطريقة غير صحيحة. يعني انت مش هتتوجه، بس يديك معلومة بطريقة معينة فانت تصدقه. لا، انزل ادامك انت يعني جعلت نفسك لوجه الله في العمل العام وفي الصفحات، عايزك تشوف وتسمع بعينك انت مش بعيون حد، فقط لا غير. اخر سؤال بقى، تقييمك للقضاة الوافيين في مدينة أبو كبير؟ دايما انا بقول الصراحة، ومش عايز اقعد اقول الصراحة كتير. لا، عايز تقول الصراحة، انت جاي هنا عشان تقول الصراحة. فيهم مثلا وليكن بدون ذكر اسماء، بدون اسامي. ما انا هقول لك وليكن نسبة. انت عايز نسبة؟ نسبة. تديهم كام من 10؟ اديهم كام من 10؟ نص من 10. نص من 10. نكتفي بهذا. طيب قبل ما نقول طبعا في النهاية، حابين نسألك سؤال بقى. انت بتقول انك نايب بالشباب، احنا عايزينك توجه رسالة للشباب في كلمتين، ومش كلام شعارات، من جد وجد ومن زرع حصد. افهمها زي ما تفهمها، وكل شاب يفهمها بمعناها. من جد وجد ومن زرع حصد، وجرب نفسك على أرض الواقع. وحلمك مهما تكون مش مقتنع بنفسك هيبقى حقيقي، لأن كل العظماء والكبار مش هو ابن البيه فلان، ولا ابن الوزير فلان، ولا ابن الضابط فلان. لا. في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم على حسن سماعكم. دمتم في رعاية الله، ونشكر حضرتك جدا يا أستاذ.